بسم الله. النموذج الرابع يا جماعه، سلك منتظم المقطع تم تشكيله على شكل اطار زي ما انت شايف كده. فبيسأل فإن النقطة التي توصل بها القطب الآخر وموصل القطب الموجب بإيه؟ عشان يمر أقل تيار يعني أكبر مقاومة. فهي هل النقطة إيه؟ لو وصلنا على الإيه مفيش مقاومة خالص. لو وصلنا على البي لا بلاش تاخد على ضلعين جنب بعض، هات نقطتين قصاد بعض عشان يبقى الفرع ده توالي والفرع ده توالي. يعني لو ده ار وار يبقى 2 ار وار وار يبقى 2 ار، يبقى المقاومة كلها ار. انما انت لو خدت على ضلع زي ده هيبقى اقل من ار، لو خدت على ضلع زي ده اقل من ار. فهناخد الاجابه النقطه سي. السؤال اللي بعده، هات الميل من غير ما تفكر. ار على ال بيساوي رو اي على الايه. طب الميل ده قد ايه بالظبط؟ 24 على 125 على 150 سوري. طب ما انت معاك المساحه موجوده، يبقى الرو اي تقدر تجيبها. المساحه موجوده 1/10 في 10 أس سالب 4 طبعا، عشان تحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. وتقدر تجيب الرو اي تقريبا طالعه 1/6 في 10 أس سالب 6. مصباح عطينا قدرته وعطينا جهده. فاذا نقدر نقول اولا لو جينا نجيب مقاومته يبقى 80 وهنا 100 تربيع على ار، يبقى الار بتساوي 100 تربيع على 80. 100 تربيع على 80 شوفوها كام بقى، انا مش معايا الحاسب، بس عموما هنجيب مقاومته. يعني انا ممكن نعملها ماشي، هتبقى هنشوفها دلوقتي. 100 تربيع على ار على 80 دي تعمل ايه؟ بس طبعا ما هياش 8 من 10، اكيد ازيد من 8 من 10. يعني هتبقى اهي على 80، يعني 1000 على 80 هتبقى معديه ولا التانية طبعا. يلا بقى، طب ما تيجي نجيب تيارها بقى، نحاول نجيب التيار. الباور بتساوي في اي، 80 بتساوي 100 في اي، يبقى الاي ب 8 من 10. طب يبقى خلاص، يبقى عندما يكون فرق جهد 100 يكون تيار 8 من 10. عند توصيل مقاومتين على التوازي فإن المقاومة الكلية طبعا أقل من أقل مقاومة، أصغر من الصغرى. يبقى الإجابة رقم 3. السؤال اللي بعده عندنا يا شباب، السؤال اللي بعده الشكل المقابل. فولتميتر راكب على المصدر، اللي بيركب على المصدر بيقيس في بي ناقص اي ار. الاي ودي الارين دول يخشوا مع بعض، اللي ار كابيتال زائد ار سمول، اللي هي اول واحده. السؤال اللي بعده، عطينا بي على الاي، دي سلك ولا ايه؟ سلك ماشي. الميل يا جماعه هيساوي بي على الاي. انت تعرف ان البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. بي على الاي هيدي ميو على 2 باي دي. طب الميل اصلا 25 على 5، 25 في 10 أس 6 على 5، والميو على 2 باي دي اللي هي 2 في 10 أس 7 على الدي. ونطلع الدي، دي طلعت معانا 4 من 100 متر، يعني 4 سنتي. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل سلكين طويلين نفس التيار، محصلة الفيض عند النقطة اكس. الفيض هنا طرح والفيض هنا جمع. البي توتال يساوي الفيض الأولاني اللي هو ميو اي على 2 باي دي، ودي 10 سنتي، طبعا 10 في 10 أس سالب 2، زائد ميو اي، الاي ب 10 على 2 باي دي، والدي 20 في 10 أس سالب 2. والميو طبعا احنا حافظين الثابت بتاع الميو 4 باي في 10 أس سالب 7، او الثابت ده 2 في 10 أس سالب 7، 2 في 10 أس سالب 7. فالناتج النهائي طلع الناتج تقريبا 3 في 10 أس سالب 5. السؤال اللي بعده، اعطينا ملف دائري ده تياره كده وتياره كده، يبقى مجاله لجوه، والمجال الموجود البراني لجوه، في مجال خارجي اهو كمان. فاذا المجال الكلي هيساوي المجال الخارجي زائد مجال الملف نفسه. المجال الخارجي اهو 1.5 في 10 أس سالب 4، زائد مجال الملف اللي هو ميو ان اي على 2 ار، ميو 4 باي في 10 أس سالب 7، والان دي 3/4 لفه مش لفه كامله، وتيارها معطي 10 امبير اهو، ودي نص قطرها باي سنتي. السنتي يتضرب في 10 أس سالب 2، وطلع الناتج يا استاذ يا جميل 3 في 10 أس سالب 4. جميل. السؤال رقم 9،
عطلنا النقطة دي يا جماعة الفات كده، والسلك ده فضل للداخل اكس يعني فيثاغورس، يبقى البي توتال بيساوي الاول تربيع زائد التاني تربيع تحت الجذر. فضل الاولاني بتاع السلك بتاع الملف اهو 2.33 في 10 أس 4. طب بتاع السلك احنا قلنا يا جماعه فضل السلك ميو اي على 2 باي دي، والميو على 2 باي دي 2 في 10 أس 7، وتيار السلك معطي اهو تيار السلك لحظة اهو يا جماعة، تيار السلك اهو، لا مش هو ده، ده يا جماعة فضل، ده فضل السلك، يبقى احنا اللي احنا هنجيبه فضل الملف اللولبي اللي هو ميو ان اي على ال، يلا ما فرقتش كتير. الميو 4 باي في 10 أس 7، والان اهي الان 300 لفة لكل متر، والتيار اهو 1.75 في 1.75، كل ده تربيع طبعا. تمام، اعملها انا بس عشان يبقى شكلها حلو شويه. البي توتال سواء الجذر التربيعي لبي سلك زائد بي ملف. بي توتال بتساوي بي سلك اللي هو عطيه بي ملف اللي هي ميو ان اي، ادي الميو والان 300 لفه لكل 1 متر، والتيار 1.75. بس موضوع بسيط قوي، وكل ده تحت الجذر. طيب الاجابه طالعه كام يا حبايبنا؟ طبعا 7 10 أس 4. لزياده قدره الموتور على الدوران نزود ملفات يا جماعه، استخدم عده ملفات بينها زوايا صغيره متساويه، وصل سلك مستقيم بتيار متردد قيمته الفعاله اي، ثم لف على نفسه. وطبعا السلك بيمانع بار، انما لما يتلف ملف هيمانع بار واكس ال، يعني الممانعه تزيد فالتيار طبعا ايه هيقل. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 12 بيقول الدايره المقابله زاويه الطور سالب 45 عند غلق المفتاح تصبح نقط. طبعا عند غلق المفتاح هو اولا الزاويه دلوقتي 45 حاليا، تان سالب 45 بتساوي سالب اكس سي على الار، يعني معنى كده ان الاكس سي والار متساويين، لان تان 45 بسالب 1 تروح مع السالب، يبقى الاكس سي والار متساويين. طب وبعدين؟ قال لي انا عاوز اعرف لما نقفل المفتاح ايه اللي هيحصل. والله انت بتقفل المفتاح الاكس سي هتقل للنص، يعني تان سيتا هتساوي نص اكس سي. كان الاكس سي كانت اكس سي، فدلوقتي نص اكس سي على ار. طب ما الاكس سي والار كانوا متساويين، يعني نص ار على ار، وطبعا في سالب هنا، يبقى اذا تان سيتا بسالب نص. شيفت تان او تان ماينس 1 سالب نص. السؤال اللي بعده 13 دايره الار سي ال سي. يا جماعه في دايره الار ال سي الفي ال بيسبق الفي سي ب 180 درجه. الفي ال والفي سي بينهم 180 درجه. السؤال اللي بعده بيقول دايره تيار متردد يتصل بملف حس، وفعاليته الحسيه عطينا الاكس ال اهو ب 40، والمقاومه الاميه ب 30، والجهد ب 60. عاوز القدره. اولا اي بيساوي في على الزد، والزد اللي هي ار تربيع زائد اكس ال تربيع، والجهد عندنا ب 60، وادي جذر 30 تربيع و40 تربيع يعني 50، يعني 6 على 5. القدره ما بنخسرش قدره الا فين؟ القدره لا نفقد القدره الا في المقاومات. يبقى الباور بيساوي اي تربيع في ار، اي تربيع 6 على 5. قلم جاف كده بس 6 على 5، معلش يا جماعه القلم فضل 6 على 5 في المقاومه اللي عندنا اللي هي ايه؟ 30. 6 على 5 في 30 ماشي. 6 على 5 تربيع في 30، فهتطلع الإجابة 43 و2 من 10. السؤال اللي بعده إذا كان فرق الجهد بين طرفي ملف يتصل بمصدر تيار متردد يعبر عنه الرسم المقابل، فإن شدة التيار ملف حس. تمام؟ طيب ده
رسمة الملف لازم يا جماعة فرق جهد فرق الجهد بتاع الملف بيبقى سابق التيار. الجهد بيبقى سابق التيار. طب اسأل انهي رسمة تمثل التيار؟ هناخد الرسمة الأولانية دي كده. ما هنا كده ده فرق الجهد والتيار كده، التيار متأخر عن الجهد، انما ما ينفعش متطابق معاه ولا ينفع سابقه ولا ينفع مختلف عنه في التردد. يبقى ناخد الرسمة ألف. تمام. سؤال 16 عطينا الاكس ال وعاوز السرعة الزاوية. يا جماعة اكس ال بتساوي 2 باي اف ال. تمام. 2 باي اف ال، الاكس ال 440 ال بتساوي اوميجا ال، يبقى الاوميجا ب 440. في دايرة الار ال سي اي من الاتي له دور في تحقيق دايرة الرنين. تردد الرنين يا جماعة اللي بتحدده ال والسي، السعة ومعامل الحس الذاتي. تمام. الميل بتاع الرسمة دي يعطي ايه؟ الميل هيساوي اف على الفاي ال. اصلا عندنا قانون بيقول اف بيساوي 2 ام سي فاي ال، يبقى اف على الفاي ال يدي 2 ام سي. 2 ام سي يعني ضعف كمية التحرك. السؤال 19 الشكل المقابل بيسأل الشكل المقابل يبين العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي، فإن النسبة بين الطاقة الكلية الصادرة عن E1 عند E2. الطاقة هنا وهنا الطاقتين متساويين، E1 و E2 الاتنين متساويين. إذا كان فرق الجهد بين الكاثود والأنود 500 كيلو، 500 عاوز إيه؟ أقصى طاقة حركة. أقصى طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة من الكاثود. ماشي عادي، طاقة الحركة، ما طاقة الحركة هتساوي اي في 1.6 في 10 أس سالب 19 في 500 في 500 يا شباب. هطلع الإجابة ده. الشكل المقابل بيقول لي دالة الشغل يا جماعة، دالة الشغل أقل طاقة تكفي للتحرير دون التحريك. أقل حاجة هي 2.5 سالب 2.5 أو 2.5 إلكترون فولت. طاقة فوتون كذا يبقى كتلته قد ايه؟ الام بيساوي اتش نيو على سي تربيع. هنجيب الأربعة دي نضربها في 1.6 في 10 أس سالب 19 ونقسمها على 3 في 10 أس 8 لكل تربيع. طلع 7 11. ايه ده ايه؟ الرسمة اللي قدامنا دي تعال نشوف فيها كام؟ ادي موجة 2 3 4 يعني الان ب4. فهو عاوز طاقة الإلكترون سالب 13 و16 على ان تربيع سالب 13 و16 على 4 تربيع. تمام؟ اللي هي سالب 85%. خطوط فرنوفر في طيف الشمس هي طيف امتصاص خطي طبعا. مين المسؤول عن تعجيل الإلكترونات؟ فرق الجهد ده يا جماعة المكون رقم 1. النقاء الطيفي الأشعة الليزر يعني الفوتونات مترابطة. آسف يا جماعة، النقاء الطيفي يعني إن الفوتونات لها طول موجي واحد. ده نقاء طيفي لها طول موجي واحد. اختيار الهيليوم والنيون كوسط فعال ليه؟ عشان تقارب قيم مستوى الطاقة شبه المستقرة في كل منهم. تقارب شبه المستقر. الإجابة الثالثة. اندماج الإلكترون ده بيطلق طاقة حرارية، إطلاق طاقة حرارية. المقاومة الكهربية لمرور التيار كبيرة جدا في التوصيل العكسي. عكسي يعني سالب بالموجب والموجب بالسالب اللي هي باء. أي النقاط يكون عندها مقاومة الدايود أكبر ما يمكن. النقطة تي طبعا. توصيل عكسي نقطة تي. إذا كان تيار القاعدة ده تيار القاعدة وده الألفا إي، فإن تيار المجمع قد إيه؟ بقول لكم يا جماعة مش بيتا إي بتساوي أي سي على الأي بي، وبيساوي كمان وبيساوي في نفس الوقت ألفا إي على 1 ناقص ألفا إي. طب ما كده تحل مرة واحدة. أي سي مش معروفة والأي بي 2 والألفا إي 97% على 1 ناقص 97%. نطلع الأي سي تقريبا طلع التانية إن شاء الله. تمام. السؤال رقم 32 بيقول ايه اللي يحصل لما نعمل هنا بالنسبه للاضاءه؟ انت بتقرب فتعمل هنا شمالي وهنا جنوبي. شمالي يعني التيار هيبقى عامل كده، التيار الاصلي برضو ماشي كده، التيارين مع بعض يبقى تزداد الايه؟ الاضاءه. في الشكل المقابل في سلك وزنه اف يعني كده قوه لتحت اف،
وهو ماشي فيه تيار اهو بايدك اليسرى فض اهو، التيار اهو، يبقى القوة لفوق هيتأثر بقوة لفوق اف. تمام؟ ما اف لفوق اف لا، ده بقول لك القوة اللي فوق 2 اف. ومال؟ القوة اللي فوق 2 اف وتحت اف، يبقى المحصلة اف لأعلى. محصلة اف يا سيدي لأعلى إن شاء الله. أعطي رسمة بقول القوة المؤثرة الشكل مقابل سلكين المسافة بينهم 30 سنتي، واحد تياره 15. إذا كانت محصلة الفيض عند النقطة إكس اللي في نص المسافة بين السلكين قد كده، فإن القوة المتبادلة. ماشي، بصوا يا حبايب قلبي، اقفل أعطي محصلة الفيض. محصلة الفيض دي ميو، محصلة الفيض اللي جوه دي هتساوي الفيض الأولاني زائد الفيض التاني. محصلة الفيض اللي هي 6 في 10 والسالب 5 بيساوي ميو اي 1 على 2 باي دي زائد ميو اي 2 على 2 باي دي. 6 في 10 والسالب 5 بيساوي دولت عامل مشترك ب 2 في 10 والسالب 7. اي 1 ب 15 والبعد عنه 15 في 10 والسالب 2. اي 2 معرفوش والبعد عنه 15 في 10 والسالب 2. هنجيب الاي 2. طيب نجيب الاي 2. الاي 2 حساباته بتقول ان الاي 2 طلع 30 امبير. نعمل ايه بقى؟ القوة المتبادلة مش اف بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. طيب الميو على 2 باي ب 2 في 10 والسالب 7. الاي 1 ب 15 والاي 2 ب 30، والطول المتقابل بمتر وحدة الأطوال، والمسافة 30 سم في 10 والسالب 2. ونطلع القوة حبايب قلبي، طلع 30 في 10 3 في 10 والسالب 4. السؤال اللي بعده بيقول الرسمة المقابلة عزم ثنائي القطب بكام؟ الميل هيساوي تاو على الساين سيتا يعني بيان. احنا عاوزين وكل ده بيساوي 64 و8 على 9 من 10. احنا عاوزين الايان ده والمقدار ده اهو. هنقسم ده على البي، والبي موجود اهو ب 3 من 10. تقسم ده اهو اللي هو 64 و8 على 9 من 10 على 3 من 10 عامله 240. الشكل مقابل رسم تخطيطي لزاويتين انحراف مؤشر جلفانوزي ملف متحرك يمر فيه تيار مستمر، فإن النسبة بين اي 1 الى اي 2. اي 1 حقق بقول لك ايه، مش الحساسية سيتا على اي، الحساسية ثابتة. سيتا 1 20 حققت اي 1، سيتا 2 20 و40 يعني 60 حققت اي 2. يبقى اي 1 على اي 2 20 على 60 يعني تلت. ميكرو اميتر تمام، مقاومته يعني ده الار جي وده الاي جي. عايزين نزود مدى نخليه يقيس 1 من 10. ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. ماشي، الار اس 1 من 10 ولا ايه؟ الاي جي يا جماعه معلش 100 مايكرو في 10 والسالب 6 في 100 على، احنا عاوزين نقيس 1 من 10 ناقص 100 في 10 والسالب 6، وحسبنا طلعت 1 من 10 مجزء على التوازي. مجزء 1 من 10 على التوازي. 38 بيقول لك قوة دفع كهربية مستحثة في الفترة بي سي. هو في تغير يا جماعة في الفيديو؟ فيش دلتا بي بصفر، يبقى الكهرباء بصفر. يلا واحنا بنحرك كده بتعمل ابعاد، الابعاد تعمل اقطاب مخالفة، مخالف الاس ان وهنا اس. نمسك الملف يبقى التيار لتحت عشان ده يبقى عند الشمالي ده لتحت، يبقى التيار ماشي في المقاومة دي من ال بي من سيل دي، وبالنسبة لاتجاه المجال ولا عاوز ايه؟ ماشي، عند ابعاد عن الملف مجال مغناطيسي. المجال المجال جوه بقى يا جماعة يبقى جاي كده من البي للايه.
يكون اتجاه المجال داخل ملف من البي للاي، والتيار من السي للدي. مظبوط، يبقى الاجابه ده. السؤال اللي بعده، معتمد على الشكل الذي امامك فان شرط تولد قوه دفعه كهربيه مقدارها 2 امبير. اولا 2 امبير يا جماعه، الاي ام اف ديت او الاي بيساوي اي ام اف على الار، يعني بيقل في على الار. انت عاوز 2 امبير والبي بواحد من 10 والال ب 80 سنتي يعني 8 من 10، والسرعة مطلوبة، والار ب 2 من 10. فأولا السرعة طلعت 5 متر على الثانية. لا ده مفيش غير أول واحد. وأنت عشان تخلي التيار يمشي كده فعلا لازم تحرك. والفيض اكس يا جماعة، الفيض اكس يبقى لازم تتحرك في الاتجاه 1 وب5 متر على الثانية. ملفين متداخلين، واحد طياره 4 هبط للصفر خلال زمن فتولد كهرباء مستحثة. يلا يا جماعة، اي ام اف بيساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي. الامتحان ده سهل، 40 ودي الام، والتغير 0 ناقص 4 في زمن 1/100 ثانية. في زمن 1/100 ثانية. فالام طلعناها، الام اللي عندنا يا جماعة انا مطلعها 1/10. الدائرة الكهربائية موضحة بالشكل زيادة معدل الزمني. يا جماعة عشان تزود معدل الزمني يعني تبطئ، يعني تزود معامل الحث الذاتي يعني تبطئ النمو. تحط قلب حديد، انها مش تزيل قلب، مش تزيل ملف. لو زيلت الملف التيار ينمو بسرعة. يزيل المقاومة ما تأثرش. تستبدل المقاومة، لا انت تزود معامل الحث الذاتي. وتزود معامل الحث الذاتي، عشان تزود معامل الحث الذاتي تزود الميول. بإدخال قلب حديد. السؤال 43، مولد كهربي بسيط قوة دفع كهربية اللحظية بملفه تصل للمرة الثانية لنصف القيمة العظمى. للمرة الثانية نصف العظمى الأولى بتوصل عند 30، نصف العظمى. تاني مرة بتوصل لها 150. يبقى سيتا بتساوي 150. سيتا أصلا اللي هي 2 باي اف تي ب 150. الباي هنا ب 180 درجة. والتردد مش معروف، والزمن 1 على 60. كل ده ب 150. نقدر نجيب التردد من هنا يا جماعة. التردد طلع 25 هرتز. الرسمة اللي عندنا بيقول لك تكون قوة دفع الكهربية قيمة عظمى امتى؟ قيمة عظمى عند النقطة بي وعند النقطة دي، لأن هنا الميل يكون قيمة عظمى، إنما هنا مفيش ميل. عند النقاط دي مفيش ميل، يبقى مفيش كهرباء. يبقى النقطتين بي ودي عشان الميل قيمة عظمى، يعني الدلتا فاي ام على دلتا تي قيمة عظمى. محطة إذاعة تبص على كذا، عاوزين طاقة الفوتون اتش نيو. اتش ده ثابت، والنيو 92.4 ميجا. ميجا ده اضرب في 10 أس 6، هيطلع لك طاقة الفوتون 612 في 10 أس سالب 26. عاوز عددهم، ماشي وماله، ما هو باور بتساوي فاي ال اتش نيو. الباور 100 كيلو يعني 100,000، والفاي ال عاوزينه. وطاقة الفوتون اللي هي 612 في 10 أس سالب 26. نجيب الفاي ال. الفاي ال العدد هيطلع كده يا جماعة. الفاي ال هيبقى تقريبا 1.633 في 10 أس 30 فوتون بير سكند. فوتون بير سكند. السؤال اللي بعده، محول بيشتغل بجهد ابتدائي 220 بيغذي جرس ومصباح، وعدد لفات الابتدائي اهي. عاوز عدد لفات كل واحد من اللفات الثانوي. يا شباب في اس 1 على في بي بتساوي ان اس 1 على ان بي. الفي اس 1 عندنا مطلوبة، لا مش مطلوبة. الفي اس 1 اهي 6 فولت، والفي بي 220. ان اس 1 عاوزينها ان بي 1100، فدي طلعت ان اس 1 طلعت ب 60 لفة. التانية نفس النظام، في اس 2 على الفي بي بتساوي ان اس 2 على الان بي. الفي اس 2 ب 12 من اصل 220 بيساوي ان اس 2 على 1100. ان اس 2 طلع 30. قال لي طب نشغل الاثنين سوا بقى.
نشغل الاثنين سوا يبقى نقول كده في بي اي بي بتساوي في اس اي اس 1 زائد في اس اي اس 2. في بي 220 في اي بي ما اعرفش، الفي اس في اي اس 6 في 4 من 10، والتاني 12 في 35 من 100. فطلع ان الاي بي 3 من 100 امبير. اشوفكم على خير يا شباب.